شلون ريال مدريد وبرشلونه يتاهلون مباشره باول 8 من دوري ابطال اوروبا بالجوله الاخيره؟ خليكم وياي، خلينا نشرحها واحده واحده. الموضوع مو بس فوز وخساره، يا راحه مباشره يا وجع الملحق. اخر جوله من دوري ابطال اوروبا راح تلعب يوم الاربعاء، 18 مباراه كلهن بوقت واحد في تمام الساعه 11 بالليل. والبعض يسال ليش كلهن جاي قامن بوقت واحد؟ مو كان نيابه ثلاثاء واربعاء وخميس؟ ليش صار يوم الاربعاء وكلهن 18 لعبه بوقت واحد؟ سووا هذا الشيء لان كل المباريات تعتمد على المباراه الاخرى. يعني مثلا مباراه نيوكاسل وباريس تعتمد على ريال مدريد وبنفيكا، فقرروا انه يخلونه بوقت واحد على مود يبتعدون عن التلاعب بنتائج. ريال مدريد راح يواجه بنفيكا البرتغالي، راح يواجه جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، والكل يعرف من جوزيه مورينيو وشنو قدم ريال مدريد. ريال مدريد حاليا بالمركز الثالث ب 15 نقطه، بس انت اذا جاي تشوف الترتيب حاليا، الفرق من المركز الثالث لحد المركز ال 14 يعني من ريال مدريد لحد انتر ميلان هو فرق 3 نقاط. شوف انت تقريبا 11 فريق متقاربين، فرق نقطه نقطتين بالزايد 3، فكل مباراه تعتمد على الثانيه. ريال مدريد على الورق ونسبيا وحسب المواجهات المباشره مال باقي الفرق 99.9% راح يتاهل باول 8 من دوري ابطال اوروبا. انا اقول لكم والكل متاكد الريال راح يتاهل، بس ريال مدريد يحتاج يا اما يفوز واقل الخسار انه يتعادل على مود اولا يضمن التاهل. والشغله الثانيه والمهمه اللي تفيد ريال مدريد بهاي الجوله انه لازم يطلع باول 4، يعني يطلع الثاني او الثالث. هذا الشيء بمن يفيد الريال؟ اكو قانون بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم طلقوه انه اول فرق دوري ابطال اوروبا يطلع بالترتيب الاول الثاني او الثالث او الرابع. المباريات دور ال 16 ربع النهائي ونصف النهائي الاياب راح تكون بارضه، والكل يعرف ريال مدريد شنو يسوي ببرنابيو بدوري ابطال اوروبا بارضه، فلازم ريال مدريد يتعادل او يفوز حتى يضمن باول 4 على مود يطمن انه باقي اللعبات الاياب كلهن راح يكونن بملعبه. برشلونه وكوبنهاجن المباراه راح تكون على ارض برشلونه بالكاب نو. برشلونه يدخل هاي المباراه وهو يخلي شيء واحد امامه، الفوز او الفوز. مباراه ما تقبل اي تعثر لبرشلونه. فليك 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 اترجاك لا تدخل اراخو، لا تشركه حتى لو بالدقيقه 200، لا تشرك اراخو بهاي لان كل لعبه الاراخو بدوري ابطال اوروبا هو يخربها. هاي المباراه حاسمه لبرشلونه، برشلونه لازم يفوز. برشلونه حاليا بالمركز التاسع ب 13 نقطه. برشلونه اذا فاز وفارق هدفين، يعني برشلونه يفوز 2-0 3-1 اي نتيجه مجرد انه يسجل هدفين، تارجت هدفين، راح يتاهل مباشره باول 8. واخذوها مني برشلونه راح يفوز. فليك وفريقه جاهزين، لازم يفوزون على مود يضمنون باول 8 ويبتعدون عن حسابات